أعزائي المشاهدين، مساء الخير. أكون سعيد مشاهدينا الأحباء الساهرين معنا في كل مكان على قناتنا الأولى في البرنامج العام لهذا اليوم. شاد صار له عبطلناك من سنين، عم بطلعوا بأيدوه لأني شو عم بقتل وبدبح فيه. اليوم مشان مجرد غوز فضح من النظام. احنا فنانين، هدول ما أظن فيهم ضروري، هدول ما فنانين ولا بيعرفوا بالفن. مبينة يعني شغلة مشان مصالح يعني. لو عنده الدين يتحرك كان طلعوا على الشعب اللي قتل، كان مجرد غوز طايل يده حرية. معقولة؟ لا ما بعتقد، لأنه لو بده يصير كان صار مغرب. فيهم بشام يمكن ورا ايش بعرض ولا كذا بعرض. لا مستحيل، صفوف تميزت يعني من زمان، اختبارات طول 7 8 سنين كافية كانت تكشف المعادن. طلع مني غلط مجرب صار ينتقدوه فيها، كانوا من زمان تحركوا عليه، فرجوه انه هو مجرم وجزار. مؤيدين مشان مصالحهم، يعني اذا بتقتل الشعب ما نسيبين عليه. بأفريقيا في دبانة اسمها تسيتسي، هاي بس قرصت الواحد بضل نايم أيام وشهور وسنين ويمكن ما في نهائيا. من كام يوم بسوريا اكتشفوا نوع مغاير تماما لهاي الدبانة واللي سموها صح النوم. هاي الدبانة بس قرصت واحد ممكن تفيقه حتى لو كان نايم من سنين. بس المشكلة هلأ ما عرفوا أصل هالدبانة، هل هي من روسيا من إيران ولا هي بالأصل من سوريا. هالدبانة عندها شغلة مميزة إنه ما بتقرص إلا المشاهير، هذا بالغلط قرصته. من الفنانين المصابين شكران مرتجى اللي عملت حادث من كم يوم، في كمان أيمن زيدان اللي لسه ما عمل حادث لليوم، وفي فنانين غيرهم ومذيعين، والمرض عم ينتشر أكثر وأكثر. من الأعراض الجانبية لهذا المرض إنه المصاب بيصير مثل المعارض، يعني بينتقد وبيحكي وبيقول لازم نعمل ولازم نساوي، لك حتى بيوجه كلامه لسيادة الرئيس. يعني المصاب بيصير مثل مجد نيازي ولا قدر جميل، هدول اللي بيقول لك إنه الرئيس منيح بس اللي حواليه سيئين. ما راح أقول لأنه ما حلو هالكلمة. في ممثل تاني اسمه زهير عبد الكريم، هذا عنده ممانعة قوية كتير لدرجة انه لما الدبانة قرصته ما صار معارض، الدبانة صارت مؤيدة للنظام. هلا صرنا بدنا نحكي على العتم، سيد الرئيس، سيد الرئيس، عتم وغاز والنصر محلو. هلا سمعناكم سيد الرئيس، كله صار سيد الرئيس. هلا قبل 8 سنوات وين سيد الرئيس؟ انا بتشكرك سيد الرئيس لانه انا بعز الحرب بعت ضابط رفيع المستوى واجى قال لي بيسلم عليك سيد الرئيس بيقول لك كيف هو ابنك؟ لانه انت بتعرف انه ابني انا عملنا له عمليه بالدماغ. هي شكرا سيد الرئيس لك. شايف يا زهير قديش مكلبين؟ يعني بدل ما يشكروا السيد الرئيس انه راح بعت لك ضابط ليطمن على ابنك، راحوا ينتقدوا احوال البلد. لا وشوف نحن ما اندلنا كمان، رحنا عملنا عليه ثوره، نحن لو نعرف هيك ما كنا طلعنا بالاساس. بس يا زهير في شغله مهمه كثير، انه الفنانين ما غلطوا بالسيد الرئيس، يعني هن عم يقولوا يا ريت تقضي على الفاسدين، فانت شو مشكلتك معاهم يعني؟ لك كنتوا تقولوا عنا شبيحه وعم يزودوا علينا بالوطنيات، والله سبقتونا، بس يعني وصلت للحلقوم لهون، يعني صار في مزوري علينا بالوطنيه، اخذتوا كل شيء، صار الواحد منكم بده يشتغل مذيع ورياضي ومخرج سينما ومخرج تلفزيون ما خليتوا شغله ما اخذتوها. انا بصراحه بهاي النقطه معك تماما، يعني انت وزهير رمضان صار لكم 8 سنين حوالي البوط العسكري، يجي هدول الاشخاص اللي صار لهم كذا سنه برا البلد وعم يقبضوا بالدولار، وبيجوا بياخذوا ادوار هون وبيصيروا مذيعين وبيقبضوا كمان بالدولار، وانتم بتصيروا برا. بس معلش يا زهير، هن صح كسبوا المصاري وكسبوا الادوار، بس انت كسبت البوط العسكري. نرجع بقى للمصابين بذبابة صح النوم. في إعلامي اسمه رضا الباشا، هذا بيشتغل بقناة الميادين، وإعلامي تاني اسمه شادي حلوة، وهذا اللي انشهر بعد حادثة الشحاطة الزرقاء. هدول يا حرام كانت حالتهم كتير متطورة، يعني لدرجة إنه صاروا يزودوا علينا بالحرية والديمقراطية. هدول أكيد مقروصين من طين. اليوم نحن في سوريا كإعلاميين نتحدث ونحن بكامل حريتنا. هذا الفيديو بدل بمكان معين ان نحن لسه بنمتلك الكرامة ونحن في عندنا حرية. وما نقوله الآن في هذا المبث المباشر هو مثال، والله بدون مبالغة، مثال للديمقراطية. أنا عمال أثبت للعالم أني أنا من قلب سوريا ومن قلب حلب ومن قلب كل مكان بطلع وبقول أني أنا بدي فلان يستقيل. اليوم نحن ما نعيشه الآن عبر هذا البث من حالة ديمقراطية، يتمنى البعض من المستعلمين بالطرف الآخر أنه يطلع ويحكي الشيء اللي عم نحكيه نحن. شو لسه بدنا نتمنى نحكيه نحن؟ لك نحن حكينا عن الكل وحكينا عن حالنا، نحن ما رفعنا السقف، نحن كسرناه وعملنا حطب عليه. حكينا عن منظمات والميليشيات وأمم متحدة ودول البريكس ودول الاتحاد الأوروبي، والخلاف بين الكوريتين وانقلاب الجابون وأثيوبيا والنيزك والخسوف والكسوف. لك أنت شو سقفك ولا قصدي يعني هو شو السقف رح تطلع فيه علينا؟ بدنا تستقيل الحكومة، لأن هيدي الحكومة صار لها أكثر من سنة، فهيدي الحكومة الأولى أن رئيس الحكومة يروح
مش الوزير. هل يعقل انه نحن ما نشوف عنا مسؤول في بلدنا يطلع يقول يا جماعة انا قصرت؟ يعني قربنا نحن على سن ال40 واللواء موفق جمعة لساته رئيس الاتحاد العام الرياضي. ليش؟ بدنا إقالة الدباس أولا ومن ثم فتح تحقيق بالاتحاد الرياضي العام. نحن نعلم جدا خطوطنا الحمر اللي ما بنتجاوزها ولا نسمح لنفسنا انه نحكي فيها. لا للأمانة نحن سقفنا أوطى بكتير. وين اللواء موفق جمعة ورئيس الوزراء؟ نحن سقفنا أوطى الشيء اللي هو بشار، ما في أوطى منه للسقف. بس معلش انتوا لساتكم باول خطوات الحريه، يعني شوي شوي، هلا زحف بعدين بتصيروا تعلوا السقف شوي شوي توصلوا لعند سياده الرئيس. نحن جماعه موالي بشار الاسد ونحن جماعه شبيحه بشار الاسد. لو نتحلى ب5 أو 10% من اخلاق وتواضع السيد الرئيس بشار الاسد. ولا تزودوا علينا بموضوع محبه السيد الرئيس. وكمان نحن بنحب السيد الرئيس، لا تزودوا علينا بحب السيد الرئيس. للسيد الرئيس عن السيد الرئيس للسيد الرئيس وبقياده السيد الرئيس بشار الاسد. لاني عندي امل بالسيد الرئيس. خطوطنا الحمر اللي بده يقرب عليها نخرب الدنيا فوق راسه. وغير هدول الثلاثه انا ما عندي خط احمر بسوريا مشان اكون واضح. ليش يا رضا تضل خطوط حمر؟ ما شاء الله انت خلصت القلم الاحمر، ان شاء الله مفكر حالك اذا انتقدت موفق جمعه بتكون عم تعمل انجاز. لا حبيبي تعال لك شغله، لولا هاي الثوره فكان اكثر شغله انت ممكن تنتقدها هي الطبخه بالبيت اذا ملحها زايد. وبشار اللي هو السقف عندكم هو بالنسبه لنا ارضيه، وسقفنا هو الوطن اللي تقاسموه الشباب. خلونا هلا نرجع ونناقش الحاله المستهجنه اللي صارت بين المؤيدين بس بطريقه جديه شوي. في عنا 3 امور مؤكده بيتفرع عنا كثير نظريات. اول موضوع مؤكد انه هاي الازمه مفتعله افتعال، وهذا الشيء مثبت من عندهم من الصحفيين والاعلاميين، هن هيك عم يقولوا. ليش؟ لانه ماده الغاز متوفره كثير بسوريا حتى اكثر من قبل، بس المشكله انه هاي الماده بتحتاج لماده مستورده من برا لحتى تفصل الغاز الطبيعي وتطالع منه الغاز اللي احنا بنستعمله، ولانه النظام عليه عقوبات فهاي الماده ما ممكن تستوردها الا عن طريق بلد ثاني اللي هو روسيا. ثاني شغله انه هدول الفنانين اكيد مدفوعين من جهه وحده، لانه ما معقول فجاه هيك صحيوا مع بعض الا اذا بدكم تصدقوا النظريه اللي حكيت لكم اياها بالبدايه. ثالث شغله مؤكده انه كل هالمناشدات عم تناشد بشار ليحل الوضع، ما عم تلومه ولكن عم تقول له انت لازم تحل الوضع، وهاي نقطه مهمه كثير. وهلا بقى رح ندخل بشربكه النظريات. في عندنا كثير نظريات، انت النظريه اللي بتعجبك حطها بكيس وخدها. النظريه الاولى بتقول انه هالازمه هي عباره عن صراع بين حيتان، يعني رجال اعمال تابعين لروسيا ضد رجال اعمال تابعين للنظام، وهاي الحركه عملتها روسيا وحركت الراي العام لحتى تضغط على النظام ليسحب رجال الاعمال تبعوته وتفضل ساحه لروسيا لتسيطر على اقتصاد البلد. النظريه الثانيه بتقول انه روسيا افتعلت هاي الازمه لتضغط على النظام لحتى يوافق على الاتفاقيات السياسيه اللي وقعتها مع امريكا وتركيا، وكمان حركت الشارع لتزيد الضغط عليه. في ناس بيقولوا انه لا، هو النظام عمل حركه معاكسه وحرك الشارع لحتى يهدد روسيا انه الوضع قابل للانفجار وانا ما رح امسكه. النظريه الثالثه بتخص ايران. مثل ما بنعرف ايران عم تحاول تعمل تغيير ديموغرافي بالبلد، وما من مصلحتها يرجعوا الناس اللاجئين اللي برا للبلد مشان تقدر تسيطر بسهوله على كل المناطق والعقارات. وكلنا بنتذكر لما دفشت اللواء عصام زهر الدين اللي قال جملته مشهوره نصيحة من هالدائن لا ترجعوا، هو ما رجع. ولانه في ناس بلشت ترجع فايران عملت هاي الحمله لحتى تقنع الناس اللي لسه ما رجعوا انه اوعكم ترجعوا، خليكم بالبلد اللي انتم فيها، ترى الوضع هون زباله. النظريه الرابعه انه كل هاي القصه عباره عن ترويج لبشار، يعني النظام دفع الممثلين ليحكوا مشان بشار يدخل باللحظه الحاسمه ويحل الموضوع وترجع شعبيته بين مؤيديه بعد ما خسر كثير من شعبيته بالسنين الماضيه. النظريه الخامسه بتتعلق بموضوع اعاده الاعمار واللي رح نحكي عنها بالتفصيل بالحلقه الجايه ان شاء الله. الفكره كالتالي، الدول المانحه والشركات اللي بدها تدخل لحتى تعمل اعاده اعمار تطلب شرطين اساسيين ما لهم علاقه بالسياسي. الشرط الاول هو انه يكون في امن وامان، وهذا الشيء عملته روسيا من خلال الهدن ومناطق خفض التصعيد. النقطه الثانيه انه لازم يكون في دوله قانون، يعني ما في رشاوي ما في فساد، ومثل ما بنعرف نحن انه النظام كله قائم على الفساد. فاللي عملوا النظام انه وجه الفنانين ليحكوا عن هذا الموضوع ويكبروه كثير، فانظار الدول تتجه كلها على هذا الموضوع، بيدخل هون بشار بالسيف تبعه وبيقص كل رؤوس الفساد، وهيك بيبعت رساله لكل الدول انه نحن ما عاد عندنا فساد فتفضلوا لاعاده الاعمار. وهي النظريه ممكن تتحقق في حال بشار بالفعل تدخل وطير رؤوس كبيره اللي منهم هلال. وفي لسه نظريات كثير بس المشكله ما عندنا وقت نحكيهم كلهم، الايام كفيله لتثبت لنا اين النظريه كانت الصح. بس الشيء الثابت من كل هالنظريات انه الناس اللي عايشين مناطق النظام عم يعانوا من التجاذبات الدوليه، وما ممكن نحن نشمت فيهم ونقول لهم انتم شعب ونحن شعب، لانه للاسف كلياتنا بالنهايه فرق عمله. سلام. ما طلبنا منك، ما بنطلب شيء، خلص اسفين. ما بقى في ثقه مع باقي المواطن المسؤول.